اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست مايند اند ماستري. معاكم ايه الشناط، سايكوثيرابيست اند LND كونسلتنت. كم مرة كنت قاعد مع حد ومحتاج تقنعه بحاجة معينة أو عايزه إن هو ياخد خطوة معينة. الكلام ده ممكن يحصل في شغلك مع زمايلك، ممكن يحصل مع صحابك، ممكن يحصل مع أهلك. فن الإقناع والتأثير من أكتر الفنون المهمة دلوقتي في حياتنا. مهمة لو أنا صاحب بيزنس، مهمة لو أنا بشتغل في شركة، مهمة مع أهلي، مهمة مع صحابي، مهمة حتى للسوشيال إمباكت أو التأثير الاجتماعي اللي أنا عايزه يكون موجود حواليا. وده اللي هنتكلم فيه النهاردة، لأنه فن الإقناع والتأثير مش بس بيأثر على قراراتنا بشكل مباشر، ولكن كمان بشكل غير مباشر. تعرف إن من 90 ل 95% من القرارات اللي بناخدها بتبقى دايركتد بالعقل اللاواعي. خلونا النهاردة نخش ونغطس غطسة قوية جدا كده في فن الإقناع والتأثير، وإزاي نعرف قراراتنا بناخدها ليه وإزاي نستخدمه بشكل إيجابي في حياتنا. العقل اللاواعي ساعات كتير بيخلينا ناخد قرارات يمكن لو احنا مركزين في تفاصيلها ما كناش ناخدها. يعني ايه؟ يعني كم مرة خدنا قرارات عاطفية واحنا مش مدركين الدوافع، مش مدركين المشاعر، مش مدركين احنا ليه رايحين في السكة دي. يعني مثلا كم مرة وانتي متضايقة رحتي شوبينج واشتريتي حاجات، وبعد كده لما روحتي تحسي كأن حد فوقتي فجأة. هو انا جبت الحاجات دي ليه؟ هو انا اصلا مش محتاجاها، انا عندي من البنطلون ده كتير. وقتها كان في حاجة بتحاول ترفع عنك معدل ستريس او معدل المشاعر السلبية اللي عندك، فروحتي قلتي يمكن اعرف اكتمها عقلك اللاواعي، اكتمها شوية بالشوبينج. لما روحت البيت يمكن وهديت شوية وبصيت لقيت انه لا، هو مش ده اللي حاصل. It was purely emotional. subconscious في الحته الايموشنال اللي اشتغل. ممكن يبقى برضو زي دلوقتي كتير قوي ماركتيرز بيشتغلوا على الحته الايموشنال في انه يحسسك ان انت لو اشتريت الحاجه دي انت هتبقى من الاليت. اتس ا ماركتنج استراتيجي. فالناس تقول لك عايز ايفون مش عارفه كام علشان ابقى من الاليت، او لو لبست الماركه الفلانيه هبقى من الاليت. بتروح طبعا انت مش بتبقى دايركتلي عامل كده، بس في شعور جوه بيغذيك ان انت I'm fitting in، او انا ضمن المجموعه، او انا انتمي. فبيبقى وممكن بقى تبرره لنفسك consciously بان انت تقول بس حلوه قوي، بس الحاجه دي durable، بس هتقعد معايا. بس جوه قوي ممكن يبقى الدافع ان انا I want to fit in، انا عايز belong او انتمي لفئه معينه. وبيلعبوا على الحته دي كتير. في ساعات كتير برضو الانحيازات بتاعتنا بتؤثر على اختيارنا او الديسيجن ميكنج بتاعنا. ازاي؟ ممكن في ناس تبقى عندها انه لو جالي موظف واحد وواحدة، أول حاجة تخطر في بالي إن أكيد الولد more competent أو شاطر أكتر أو لا أكتر على المكان ده، أو هاي بيرفورم، هيأدي بشكل أحسن. أو جالي راجل كبير وشاب أصغر، فيبقى في بالي تلقائي إن أكيد الراجل الكبير less productive أو إنتاجيته أقل. ولا إنه مش شرط إنه يكون ده اللي حاصل، بس في ساعات بيبقى عندنا انحيازات فكرية معينة بيزد على تجارب سابقة، بيزد على مشاعر قديمة مرينا بيها وميموريز، ذكريات، وبالتالي على أساسها باخد القرار. ساعات كتير حاجات من الهابتس بتاعتنا، العادات بتاعتنا أصلا subconscious. زي مثلا ممكن حد تلاقيه هو بيتكلم مثلا لما يتوتر يبتدي مثلا يهز في رجله، أو أرقط الضوافر في جوه. علشان يخرج الفعل ده حاجات كتير قوي، دوافع ومشاعر وأفكار وإكسبيرينسز خلت الموضوع يطلع بالشكل ده. ساعات كتير أرقط الضوافر وهز الرجلين والأكل العاطفي It's a coping mechanism، آلية تأقلم لوضع أنت مضغوط فيه مثلا، أو بتمر بمشاعر سلبية معينة. بتحصل على شكل ايه؟ مثلا انا مروح من الشغل، الريبورت مثلا كان خدت ريبورت ما كانش احسن حاجه، متضايق زعلان، اول ما روحت البيت فتحت بدور على علبه الايس كريم عايزها دلوقتي، وبتبتدي تاكل او عايز تعك. الفكره انه وقتها ممكن يبقاش consciously،
مدرك what I'm going through باللي انا بمر بيه. فعشان كده بنقول ان العقل اللاواعي الانسايت بتاعك دلوقتي في عالم مليء بحاجات متغيرات طول الوقت، محتاج ان يبقى عندك الانسايت. ليه؟ علشان ابقى عارف هو انا مش عايز حد يسوقني وانا مش فاهم انا ايه اللي بيحصل او ليه باخد الديسيجنز دي. مهم جدا لانه هتخليك تبقى بتختار بشكل حكيم الاشياء والقرارات في حياتك، وفي نفس الوقت هتحتاجها انت في التعامل مع الناس التانية، في التعامل بشكل ethical. وأنا هفضل أقول ethical 100 مرة، لأن فن الإقناع والتأثير has a dark side، عنده جانب مظلم. فدايما هتلاقوني بوريكوا الإكزامبلز اللي ممكن تبقى غير أخلاقية، ممكن نستخدمها بشكل مش صحيح، ولكن هنا دايما نحط هنا 100 خط إن إزاي استخدم ده بشكل حقيقي وبشكل مؤثر وأخلاقي. تخيل كده معايا لو حد جه جاب لك كادو فيه تفاصيل انت بتحبها جدا، زي مرة وضحت حاجة بتحبها، أكلة بتحبها، لقيته مجمع من كل حاجة وجايب لك الكادو بالظبط على ذوقك. هتبقى مستني عيد ميلاده يجي ولا لا عشان تبسطه بنفس القدر وتبين له نفس الاهتمام اللي هو بينه لك ولا لا؟ هتبقى عايز جدا، هتبقى مستني، مش هتروح جايب له أي هدية حتى لو انت كنت بتعمل كده مع أصحابك كلهم. أو تخيل معايا مثلا لو مديرك بيعاملك معاملة جميلة، معاملة فيها صدق وفيها جدعنة جامدة جدا ودايما واقف في ظهرك. تخيل معايا لو طلب منك طلب هتعوز تعمله له، هتكون أول واحد بتقف في الطابور تعمله له ولا لأ؟ أو مثلا فور اكزامبل لو حد بتتعامل معاه ويتر، لو انت في مطعم وجي الويتر كان لطيف جدا واستقبلك بابتسامة وقدم لك فري سامبل من حاجة، وكان بالنسبة له يعني كده خدك على دماغه كده طول ما انت قاعد، هتحس وانت ماشي ان انت عايز تسيب له تبس وتبس يبسطه كمان زي ما هو بسطك ولا لا، حتى لو انت ما بتعملش كده. بس من جواك هيبقى فيه احساس ان انا عايز ارد الحاجة دي، عايز ارد الفيفر دي. وده الحقيقة اسمها law of reciprocity أو مبدأ المعاملة بالمثل. ودي طبيعة بشرية عندنا، طبيعة فطرية، وهي مهمة جدا أصلا لبقائنا كبني أدمين لو بصينا بقى on a deeper level، لأن هي بتقول إنه طول ما احنا بنرد الحاجات لبعض معناه ان احنا community، معناه ان احنا في بينا انسجام، معناه ان في بينا توافق، معناه ان احنا قادرين، لو رجعنا بقى زمان بقى البني آدم قادرين نحافظ وندعم بعض ضد المخاطر اللي حوالينا. دلوقتي مفروض ان احنا برضو بنعملها ليه؟ لان البني ادم بطبعه كائن ما بيحبش الرفض الاجتماعي، ما بيحبوش، بيحاول دايما يفتن، بيحاول دايما يكون جوه المجموعة. فحتة ان احنا بنتكلم دلوقتي على الدوافع الباطنة جدا اللي ممكن حتى مناش مدركينها، بطبيعته تقدم له حاجة انا اقدم حاجة. فالمبدأ ده مهم جدا جدا في التأثير. في تجربة اتعملت سنة 1971 جابوا ناس، طبعا هنتكلم دلوقتي على كونسبت المعامله بالمثل، جابوا ناس وقالوا لهم طيب انتوا محتاجين يقيموا زي حاجه كده بيس اوف ارت او حاجه ليها علاقه صوره معينه او حاجه معينه يقيموها. المهم فكان دايما معاهم حد من التجربه دي، هم عارفين ان حد موجود تبع الحد المسؤول اسمه جو ده المفروض هو بيقيم معاهم. فجاه لقوا جو بيختفي وبعدين بيرجع. جو كان بيبقى رايح بيجيب لهم سوفت درينك، بيجيب لهم حاجه يشربوها ليهم كلهم. فخلاص بيحضروا بقى الحاجة وبيقيموا. بعد كده جو بيجي يطلب منهم انه محتاجين، عايزاكم تشتروا حاجة زي تيكتس ليها علاقة باللوتري او حاجة شبه كده. لقوا ان الناس لما عملوا تجربة على مجموعتين، الناس اللي اتجاب لها السوفت درينك او حاجة يشربوها كان عندهم القابلية ان هم يشتروا التيكتس دي منه. ليه؟ انه كان لطيف معانا، فانا مش مضطر بس عندي ارج الحاح ان انا المفروض انا كمان ابقى كويس معاه. فلقوا انه لا، غير الجروب اللي ما تجابلوش حاجه خالص. وهنا هتقول مش شرط ان هم يبقوا حبوا جودة او مش شرط يبقوا حبوا الطرف الموجود، لانه هنا لا، هي مش بيعملوها بدافع الحب، لانه عملوا قبل كده ريسيرش تانية كتير انه ممكن يعني واحد مثلا عمل كريسمس كارد، ده تجربه تانية، كريسمس كارد وكتب فيه حاجه وحط صوره العيله وبعت لناس كتير قوي ما يعرفهمش في النيبرهود وقال لهم انه كل سنه وانتم طيبين وهكذا. لقوا انه جاله ردود من حتى ناس ما شافتوش ولا تعرفه. ده اوت اوف فكره المعامله بالمثل، انه انت عملت حاجه فانا مضطر اعمل حاجه، او الصح او الاحسن او الانسب ان انا ارد لك بنفس الطريقه. طيب الفكره بقى انه
المعامله بالمثل مش بس في الحلو، المعامله بالمثل ساعات بقى بنعملها كمان في النيجاتيف، في الحاجات السلبيه. يعني حد ضايقني، طب ما انا كمان وهضايقك بقى بالطريقه اللي انت ضايقتني بيها، وعاده بتبقى متناسبه مع يعني اتاذيت بهذا القدر فهرد عليك بهذا القدر. فتعال نبص على مثال بسيط، كسرت عليا في السواق هكسر عليك، بسيطه يعني، حاجات كده. فلانه ما سلمتش عليا، جيت دخلت جروب ولقيتها ما سلمتش عليا، مش هسلم عليها عادي جدا. ليه؟ انا هدفي ان انا هعاملك بالمثل. وقيس بقى على ده، كل ما يعلى قدر الاذيه، يقول لك مثلا اسفنت في الشغل فانا هاسفنه بنفس الدرجه. فالمعامله بالمثل موجوده طول الوقت، ممكن بشكل كبير، ومحتاجه منك وعي ان انت انه ايه ده، انا ايه اللي بعمله هنا، محتاجه اوقف. بالذات في الحته، انا بتكلم بقى في الحته السلبيه، يعني محتاج انسايت، بصيره، انه لا انا مش مضطر ان انا اعمل ده. اوكي، مش مضطر ان انا ارد بنفس الرد، لانه بيدخلنا في بيئه صعبه. تعالى نبص مثلا على بيئه الشغل. في شركات بيبقى عندها اهتمام بالكالتشر او بالثقافه بتاعتهم، انه بصوا يا جماعه، احنا الثقافه بتاعتنا انه وي سبورت ايتش اذر، احنا بندعم بعض، احنا بنقدم منتورشيب لبعض لو حد محتاج حاجه، احنا بنتبادل المعلومات. وبالعكس، في الابريزل، انه في الاخر لما بتتقيم بيبقى جزء كبير بقد ايه انت بتدي في البوزيتيف انفايرمنت دي. فالمعامله بالمثل لما الناس بتقابل ده، حد بيقابل ده، بيبتدي يعمل كده رايح وجاي، كلتشر او ثقافه داعمه جدا وايجابيه جدا. خدها بقى نفس الناحيه التانية. لو الشركه بتاعتنا، مين اللي بيعرف ياخد اللقطه اكتر، مين اللي بيعرف يأسفن اكتر، مين اللي بيعرف يحافظ ياخد معلومات اكسكلوسيف وما يشاركهاش مع حد تاني، مين اللي بيبان ان هو اللي عامل كل حاجه، وقال ان في ناس كتير تحته ممكن تبقى مساعده بس هو مش مبين. لو الكالتشر او لو الثقافه في الشغل مركزه، مهتمه بالاند ريزلت وسايبه الحاجات دي كلها، يبقى بيئه العمل اللي احنا بنشوفها الناس تطلع تشتكي منها توكسيك، او بيئه عمل سامه بتكون متعبه، لان كل حد فيهم بيبقى عايز يعامل الاخر بالمثل. فانت خدت الاذيه الفلانيه هردها بهكذا، وكاني عملت بيئه وزرعت بيئه صعبه جدا وتنافسيه، وتبعث على الستريس، وتبعث على الاحتراق النفسي، وتبعث على كل حاجه اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت، انه ممكن في حته الاحتراق النفسي ازاي الحاجات دي ممكن تبقى متعبه. وبالعكس، الشركه ممكن تبقى فاكره ان ده بيزود البرودكتيفيتي لانه بتزود حس التنافس، ولكن هي بتقلل البرودكتيفيتي والانتاجيه بشكل كبير. بعد وقت الناس هتبقى مش قادره تكمل في الانفايرمنت دي. المعامله بالمثل بتبقى برضو في التنازل. يعني تعالى نروح جواها بقى مبدأ التنازل المتبادل. يعني فور اكزامبل، مثلا لو انت متخانقه مع واحده صاحبتك ولقيتي ان هي جت فجاه، انت متوقعه بقى خناقه بقى وهنقعد بقى تبقى مشكله وهنقعد حبه حلوين متخانقين، لقيتيها جت بتقول لك انا اسفه بصراحه، ما كانش مفروض اعمل كذا وكذا وكذا، وانت كنتي داخله حاميه وداخله خناقه، تلاقي نفسك رحتي وانا كمان بصراحه عندك حق، انا كمان غلطانه في 1 و2 و3. ده تنازل وده تنازل. جوزك مثلا في البيت، انا هجيب الولاد النهارده مثلا من المدرسه، طيب وانا هعمل 1 و2 و3 في البيت، او انا هطبخ او هشيل عنك الموضوع الفلاني، او لغى هو كمان مثلا خروجه ليه، فانت كمان هتبقي بتاجلي حاجه انت كنتي مثلا عايزاها، بتحسي انه ده تنازل، انا اتنازلت. في الحته دي في بقى تكنيك كده سوسه شويه بيسموه فيس ان ذا دور تكنيك. ايه في حته التنازل؟ ان انا لو لو حد طلب مني طلب كبير وانا رفضته، غالبا مضطر اوافق على الطلب التاني لو كان صغير. يعني ايه؟ يعني مثلا يجي حد، ممكن مثلا صاحبك لو جه قال لك ممكن لو سمحت يعني تروح اليوم ده بدالي الشغل، فانت بالنسبه لك يوم كامل، فتقول له لا. طب لو جه قال لك بعدها، قال لك طب ممكن على الاقل بس ساعتين هعمل حاجه وارجع تبقى بدالي، تكفر بدالي في الشغل، غالبا هتقول يوجوالي. لما عملوا دراسات لقوا ان البني ادم بيحس انه ما هو تنازل اهو، يعني اتنازل بان هو وافق ان انا خلاص مش نافع معايا، انا قلت لا، فده تنازل من الناحيه التانية، انه قبل ان انا قلت لا، انا مش هينفع، عيب اول مره التانية ارفضها. فبيستخدموها بقى كمان فين؟ في تكنيكس مثلا، ممكن طبعا مش كل الناس، بس مثلا لو في التشاريتي، في حاجات التبرعات، الحاجات اللي غير هادفه للربح، لو جه قال لك طب تعالى ممكن تتبرع لو سمحت ب 1000 جنيه، فتقول له 1000 جنيه لا طبعا ده كتير جدا، يقول لك طب خلاص تمام مفيش مشكله، مش عارفه ايه، ممكن نتبرع بكذا ب 100 جنيه لكذا، تحس 100 جنيه ايه ده قليل جدا، فتمام
تعالى اوريك برضو في السيلز بيستخدموها ازاي. رايح انت مكان، راجل عارف كويس قوي السيلز مان، الراجل اللي بيبيع عارف كويس قوي مقدرتك، فراح وراك عربيه غاليه قوي، اوكي، وبره قدرتك الشراء انت مش هينفع تشتريها، فتقول له لا طبعا انت يديكلاين الاوفر، لا طبعا دي غاليه جدا، فيروح جايب لك عربيه مواصفات قريبه بس ارخص كتير. most probably هيبقى ده بالنسبه لك مناسب اكتر من لو هو بدأ بالعربيه اللي مواصفاتها تمام زي ما انت عايزه وسعرها كويس. طلب كبير لما بترفضه تحس الطلب اللي بعده ايه ده، طب ما انا يعني المفروض اوافق، اوكي، بتبقى شكلها appealing اكتر، وبيبقى شكلها ان انت عايز توافق، لان انت اوريدي اللي قدامك تنازل في الاولاني. فمثلا في التيلي ماركتنج ممكن تلاقي حد يروح قايل لك مثلا على سيرفيس او على برودكت، منتج او خدمه، يروح قايل لك سعر في السماء غالي قوي، فانت تقول له هو اصلا عايزك تجرب حاجه فري سامبل او حاجه سعرها قليل، بس هو بدأ معاك بحاجه سعرها غالي جدا، فانت اول حاجه تقول له لا طبعا غالي جدا ما ينفعش ومش عارفه ايه، يقول لك طب خلاص احنا عندنا مثلا فري ترايل ممكن تجرب للمده الفلانيه او الحاجه دي بديسكاونت معين. تحس ان انت ايه ده لقطه، ده ما ينفعش يتساب. انا قلت لا على الكبير، غالبا التاني هيبقى most probably بوافق. ففكره انه ساعات كتير طبعا طريقه ممكن نستخدمها بطريقه اخلاقيه او غير اخلاقيه، كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، فاحنا عايزين نبقى بنستخدمها بطريقه سليمه، ولكن الفكره انه البني ادم لما بيديكلاين او بيرفض طلب كبير بنسبه كبيره، لقوا الدراسات انه في الطلب الاصغر بيحس انه اوكي ممكن يتنازل ويوافق عنه، ودي حته بيشتغلوا عليها طبعا بشكل كبير الناس اللي دارسه consumer behavior، وبتفرق معاهم في النتائج اللي هم عايزينها. تعرفوا ان حتى اللو اوف reciprocity او مبدا التبادليه موجود في الاسلام وموجود كمان في الاديان السماويه. ازاي؟ ايوه تعال اقول لك ازاي. في الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني لو انا حبه لاخويا او حبه للي قدامي، الانسان اللي قدامي اللي انا بحبه لنفسي، معناه ان لو هعمل حاجه حلوه لنفسي هيبقى عندي القابليه ان انا اعمل حاجه حلوه للي قدامي، ولما اعمل حاجه حلوه للي قدامي هيبقى عنده برضو مبدا التبادليه، فهيبقى عايز يعمله معايا ان ريتيرن، وبالتالي تخيل معايا على مستوى المجتمعي هيبقى عامل ازاي. حته الفرديه وكل واحد بطوله دي مش هتبقى موجوده، بيبقى فيه وكأن سبحان الله انه الاديان وربنا سبحانه وتعالى بيشجعنا على فكره البوندنج، فكره التكاتف، فعلى فكره ان ازاي تخلق بيئه ايجابيه من تصرفات فرديه بسيطه جدا. يعني حتى لو بنتكلم في افشاء السلام، افشوا السلام بينكم، ليه؟ سلامي ليك هترد عليا وهترد عليا ممكن باحسن منه، رد المعروف بالمعروف، رد الاساءه بالاحسان، رد ايه ده ثانيه واحده يا انت كنت لسه بتتكلمي على النيجاتيف ريسيبروسيتي، ازاي ممكن نبقى عايزين نرد الاساءه بالاساءه. وهي دي الحته اللي انا كنت بقول لكم فيها محتاج بصيره وانسايت، ان انا اقف، لانه النفس بطبيعتها هتبقى عايزه ترد الاساءه باساءه، ولكن هنا بتيجي جهاد النفس انه واقفه، والانسايت انه انا واخد بالي ان انا عايزه ارد، واخد بالي ان ده دافع عندي بس محتاجه اوقف. وهنا دي من اكتر الحاجات اللي بتعودك ازاي اتحكم في ردود افعالي وازاي اغير افكاري. الفكره نفسها بتاعت ان انا عايزه ارد الاساءه علشان انا محتاجه اذيه زي ما بكذا، لحته تانية انه انا قادر ان انا اتحكم في نفسي، انا مش محتاج ارد، انا مش واخد حاجه ان ريتيرن. موجوده في الاديان، حتى ربنا لما بيقول لنا اعملوا حاجه بيقول لنا على حاجه حلوه تجاه يعني مقابلها. فمثلا الصدقه، فيقول لك انه اتصدق مثلا هيتبني لك، او اعمل حاجه هيتبني لك كذا في الجنه، او هيبقى لك الثواب كذا. فالبني ادم بيحتاج بطبعه فكره التبادليه، انه يشوف حاجه ان ريتيرن بيبقى بالنسبه له موتيفيتنج. طب انا ازاي استخدم ده؟ في حياتي؟ خليني اقول لك على حاجه. لو انت مثلا حد فاتح بزنس فور اكزامبل، لقوا دراسات انه لو الناس اللي بيتقدم لها فري سامبلز، يعني مثلا لو حد داخل مطعم اوكي او داخل مكان بيكري، فلقوا ان الناس اللي بيقدموا لها فري سامبل موست بروبلي هي دي الناس بتشتري. هتقولي ما يمكن عشان السامبل حلوه، مش اكتر يعني افرض الحاجه حلوه فراحوا اشتروا عشان هي الحاجه حلوه، ولو الحاجه وحشه هتبقى مش هيشتروا. اقول لك لا، هم اصلا يعني بيشتروا حاجات ممكن غير اللي بتتقدم لهم، بس برضو فكره ان انا I have to
ارد الفيفر. لا ده لو بزنس مان فري سامبلز. اللويالتي بروجرامز ان انت تبقى بتعمل حاجه للناس او حاجات كل الكاستمرز اللويال عندكم، حاجات مختلفه، حاجات اكسكلوسيف، دي بتفرق جدا. فبتخلي الكلاينتس انه عنده الويلنجنس او انه عايز يرجع لك الحاجه دي. اوكي طيب الحاجه الثانيه، لو انا في الشغل لو انت عايز يبقى لك انفلونس برضو، قدم منتورشيب، قدم مساعده، شارك معلومه، كل ده طبعا بحكمه وبذكاء، وفي كل واحده احنا فاهمين تفاصيل كتير قوي. بس الفكره انه ده من نوع من انواع الانفلونس. تبقى انت الحد اللي معروف مثلا انه لو حد محتاج حاجه في الشغل يقول لك ده حد نيته صافيه، ده حد دايما بيساعد، ده حد موجود في الجدع، ممكن يسد لو انت مش موجود. الانفلونس في الشغل، الانفلونس حتى لو في البيت، ان انا ابقى معود مثلا حتى اولادي او مراتي ان انا دايما بسال على كذا، بقول انه طب محتاج مساعده في كذا. ده نوع من انواع الانفلونس، وانه بيخلي كمان اللي قدامك زيك، فبتخلق اطفال، او بتساعد ان اطفال تطلع حتى في المجتمع عندها فكره انه ان انا اخدم، ان انا اعمل حاجه حلوه. ادي التاثير بيقول انه تدي، فن التاثير بيقول لك ادي من اللي عندك كتير، ايا كان ايه اللي عندك بقى، ادي حب، ادي عطاء، ادي فري سامبلز في الشغل، ادي علشان هيجيلك ان ريتيرن. حتى مع الصحاب ممكن تبقى انت بتجمعهم في البيت عندك، ممكن تبقى انت بتقدم حتى نصيحة، ممكن تبقى انت الحد اللي بيسمع. هتقولي الحاجات دي كلها يا آية حلوة، بس افرض الناس استغلتها غلط، لان انا متأكدة ان السؤال ده كان هيجيلي. افرض انا قعدت اعمل وما حصلش حاجة. هقولك ما احنا مش شمعة تحترق من اجل الاخرين. عشان كده قلت لك بحكمة وبصيرة. يعني ايه؟ انا بعمل، بسأل انا بعمل ليه، انا بعمل ليه؟ بعمل علشان خاطر عايز اخد حاجة محددة in return دلوقتي. طب هل ده منطقي؟ هل ده اكيد هيحصل؟ طب هعمله مع مين؟ لازم تبقى عارف الحاجة trial and error. يعني ايه؟ يعني انا غير ان انا لازم ابقى فاهم المنظور اللي انا ببص بيه في مبدأ التبادلية، لازم في نفس الوقت ابقى عارف ان في ناس، في exceptional cases كتير، في طبيعة شخصيات مش كده. احنا بندي قاعدة عامة، بس في ناس اتعودت تاخد وما تديش، ده طبع ممكن تبقى فاهم برضو. ده كويس، يبقى عندك نظرتك في البني ادمين، لكن مش هنمشي نعمم ده على خلق الله، ده برضو مش منطقي. يعني فالحته دي عشان كده بقولك بتبص امتى وفين وازاي، وما بقاش ماشين شغاله طول الوقت عطاء لدرجه ان انا احس ان انا ابتدى يجيلي من جوه غضب ان انا مش واخد اللي على مزاجي. لا، محتاجه تروي، ومحتاجه نظره اكثر دقه في التعامل، تبقى عارف انت بتعمل ده ليه، والدوافع بتاعتك ايه، وهل التوقعات بتاعتك منطقيه ولا لا. فاكرين الكنافه الملفي بتاعت بريدفاست في رمضان؟ هي اتعمل عليها يعني كميه كلام كتير في جروبات الستات. انا هو وانس طلع سولد اوت قدام الناس، سولد اوت، الكنافه مش موجوده، بقت الستات كلها بتكتب يا جماعه لو سمحتوا هي امتى هتطلع، طب هي ممكن اول ما تعرفونا، طب يا جماعه هو حد عارف يجيبها، وواحده لو هتلغي اوردر تبعت على الجروب هو الاوردر هيتلغي، فلو حد عايز يشتري بدالي. هنا الشغل كان كله على ايه؟ على مبدأ الندرة، ان دي حاجه نادره فانت محتاج تلحق تشتريها، ولو ما لحقتش تشتريها احتمال ما تلحقش تدوقها. وانت يكنت توليريت فكره ان انا مش هلحق ادوقها، انا عايزه اجربها لان ناس كتير عماله تجربها وهي سولد اوت. سواء بريدفاست كانت قصده او مش قصده، الفكره ان احنا لما بنشوف حاجه نادره، ناس كتير في السيلز بتشتغل على المبدأ ده، انه نادر يعني قيم يعني لازم اجيبه، ولو ما جبتوش بيلعب على حته بقى النفسيه بتاعت هو انا يمكن ما اعرفش اعوض ده، يمكن ما اعرفش اجيبه، اللي هو الفير اوف ميسنج اوت او الفومو ايفكت، انه الحته دي لازم الحق. ساعتها الناس بتشتري اصلا ايموشنالي جدا، هنا العقل شغال بشكل عاطفي مرعب. فبتوع السيلز بيشتغلوا عليها كتير. مثلا برضو فور اكزامبل، لو انت يقول لك مثلا انت عماره عجباك او شقه عجباك عايز تشتري، فيقول لك ما فيش غير مثلا في الدور العاشر، وانت مش عايز الدور العاشر، بس هو قال لك اخر يونت وانت ناوي تشتري، طب خلاص اخر يونت. دايما لما بتلاقي الحاجه في اخر انه خلاص الحق هتخلص، بيعملوها كتير قوي بقى في بتوع بوكينج. تدخل على اي موقع حجز بقى، بتوع شقه، حاجه السفر بتاع، يقول لك مثلا last two مثلا places available او spots left. يا نهار ابيض، ساعتها كم مره حجزت علشان لقيت انه limited spots، او
فاضل 2 او فاضل مكان او الحق، تلاقي نفسك على طول. مع ان ساعات كتير لو حد بيستخدمها unethical غير اخلاقي تخش بعدها عادي وتلاقي في مكان طبيعي عادي جدا. وهنا خلق حاجه اسمها الفولس سكيرستي، ندره خاطئه which is unethical. ناس كتير قوي بقى بتستخدمها ان يبقى في عندك حاجه البرودكت بتاعك او المنتج متوفر بشكل كبير، ولكن عارف ان هو لو لعب على الحته دي عندك هيجيبك، لانه هتلعب على الحته بتاعت الفومو، ان انا مش عايزه الحاجه دي تفوتني. فمهم قوي تبقى واعي لده. بيشتغلوا جدا بقى. مين بقى كان نار في الهشيم؟ بلاك فرايداي. بلاك فرايداي الناس احنا انتوا بتشوفوا الحاجات اللي بتحصل، هي الناس بتبقى بتخبط في بعض والناس من 8 الصبح واقفه، وكميه الحاجات اللي بيشتروها out of افرض ما لحقتش. وهنا بيشتغلوا عليها بشكل كبير لدرجه انه الناس بقى اللي بتعملها unethical، طبعا في ناس تعملها ethical بس في ناس تعملها unethical، انه تلاقوا الناس انه البرايسز حتى اللي محطوطه هي نفسها الاسعار القديمه، بس لما كتب لك خصم النهارده وبس 70%، يا تلحق يا ما تلحقش، انت رحت اشتريتها على طول، رغم ان هي ممكن كانت تبقى امبارح بنفس السعر بس انت مش واخد بالك. بس لعبوا على الالحاح النفسي بتاعت ان انا فرصه لا تعوض. فمهم قوي تدرك انت كم مره الحته دي بتجيبك، وهل هي حقيقيه ولا لا. طب هتقولي تمام عندك حق، طب انا ممكن استفيد من ده ازاي؟ انا هقولك. لو انت بتعمل مثلا، لو انت في ستارت اب او بتعمل سيرفيس جديده او برودكت جديد، خليه برودكت فعلا مميز، فعلا يونيك، فعلا حاجه انه مش احنا مش يعني ده يخليه اصلا لوحده بيطبق عليه مبدأ الندره، إن مش موجود زيه كتير، انا محتاجه اشتريه. فقدم حاجه مختلفه، fill the gap، شوف الجاب فين واشتغل عليها. في نفس الوقت برضو ممكن ان انت لو في مبدأ الندرة ان انت تحط ديدلاين، يعني تستخدم فكرة انه limited offer. ممكن تستخدمها ليه؟ لانه البني ادم لما بيحس انه عنده ديدلاين او بيحس انه في وقت معين، ده بيموتيفيت، بيزقه انه ياخد قرار، غير لما بتبقى الحاجة كده اوبن ومفتوحة، فبتحس انت لو ما اشتريتش الشهر ده ممكن اشتري الشهر اللي بعده. لما بتحط للبني ادم تايم فريم بتزق انه ياخد قرار. فانت ممكن تلعب على الحاجتين دول، العب ان الحاجه تبقى فعلا يونيك وحقيقيه وبتقدم سيرفيس مختلفه او برودكت مختلف، وفي نفس الوقت ممكن لما اجي ابيعها اروح حاطط انه تايم فريم ليميتد للناس سواء في الاوفر او في اي حاجه. ليه؟ علشان خاطر ازقه انه يستخدم الحاجه دي او يشتريها او ياخد ديسيجن اللي هو فعلا محتاجها other than انه يحس انه مرتاح خالص ومش محتاج اصلا يشتري. نيجي بقى لمبدأ السلطة أو principle of authority. usually إن إحنا لما بنشوف حد في ليفل حاطينه في ليفل عالي، ليفل خبير أو position عالي أو جنبه حاجات مجعلصة، صاحب كذا وعامل كذا وجنب اسمه حاجات كتير، أو حد معروف، بيبقى بالنسبة لنا أي حاجة هو مثلا بيشتريها أو سيرفيس بيريكومند بيرشحها للناس بتبقى تمام حلو قوي، يبقى أنا ممكن أعمل الموضوع ده أو بنجري عليه. فور اكزامبل مثلا زي لما محمد صلاح كان بيقرا في كتاب فن اللامبالاه، الناس كلها طلعت جريت اكيد كتاب رائع، اكيد كتاب تحفه، ما محمد صلاح مش هيقراه غير لو هو فظيع. قيس بقى على ده حاجات كتير قوي. كم حد لقيته معروف وبيعمل حاجه او لابس حاجه اصلا مش لايقه على الكالتشر بتاعتنا، بس فجاه لقيت شباب كتير لابسها، لك لان هو مادام هو عامل كده بقى تمام. بيشتغل على حته ايه؟ هقول لك بقى الحته النفسيه بتاعتها. احنا كبني ادمين بنحب شورت كاتس، بيبقى عايزين اختصارات عشان ناخد قرارات، اللي هو انا ليه اقعد افكر وادور وابحث ويمكن ويمكن لا الدماغ بتدور على شورت كاتس. فبالنسبه له ان حد معروف او حد في محل اوثوريتي مش لازم سلطه فعلا ومدير او لا محل اوثوريتي عالي، اوكي، ده معناه ان قراراته او البريفرنسز بتاعته او ترشيحاته غالبا هي مظبوطه. وده اللي بيستخدموه بتوع الماركتينج مع الانفلونسرز. مش شرط يبقى حد عنده كريدنشلز فظيعه، يعني اكيد في ناس عندها بس في ناس ما عندهاش، بس فكره ان هو محطوط في حته الاوثوريتي في حته عاليه، عنده الفولورز، الناس بتحبه، معروف، فعارفين انه لو البرودكت ده طلع عنده الناس هتروح تشتريه.
regardless of البرودكت ده حلو ولا وحش. عشان كده في ناس ابتدت تطلع دلوقتي وتكويستشن تقول يا جماعه انه خلينا نبقى صادقين في ده. يعني خلينا نبقى صادقين، لان ناس كتير ممكن تبقى بتطلع بتريكومند او بترشح حاجه، وفجاه لما الحاجه الناس بتشتريها بتلاقي ايه ده مش زي ما احنا عايزين. والانفلونسرز هنا، بعض الانفلونسرز، ما بحبش اجمع في اي حاجه، بعض الانفلونسرز حتى ابتدوا يطلبوا حاجات مش منطقيه عشان عارفين their power، الباور بتاعتهم. يعني انا كنت رايحه مره عند راجل فلسطيني، فعمل مطعم فلسطيني ولسه بيبتدي، فبيقول لي مش فاكره كان قال لي بيقول لي رحت عند حد طالب منه مصور او حاجه كده، طلب منه رقم خزعبلي يعني، خلاصه الموضوع، وهو مطعم على قده. ليه؟ علشان خاطر هتصور بس المطعم، هتاخد كام شوت. فبالنسبه للراجل التاني اللي هو صاحب المطعم ده، بالنسبه له حاجه مش منطقيه تماما. التاني شايف الانفلونس بتاعه قوي جدا، لان الناس حاطاه از اوثوريتي فيجر، فوانس ان انا طلعت لك حاجتك هبيع كتير. مهم هنا جدا ان احنا نبص على الحته الاخلاقيه، لانه ساعات كتير ممكن نبقى روحنا، وده شفناه عند ممكن دكاتره او ناس عندها كريدنشلز شكلها حلو قوي، او صحاب شركات وكذا وكذا وكذا، ولما رحت لقيت ان هم على الله حكايتهم. ليه؟ مبدأ السلطه. علشان كده الحته دي مهم جدا ان انت تبقى بتبص لها بشكل اوبجكتيف او بشكل موضوعي. ان انت لو بنتكلم بقى انت كحد عايز يستفيد من ده، يعرف انه مش معنى اي حد في authority level عمل حاجه فهي تكون مناسبه، فهي تكون ممتازه، فهو تكون لايقه على البريفرنس بتاعك. لا، it can differ من حد للتاني. خليني اقولك على 3 حاجات علشان يكون ليك تأثير واضح في شغلك او في مجال عملك، او تقدر برضو تكون في حياتك عموما. اول حاجة، شارك خبراتك، قدم خبراتك، وضحها. يعني ايه؟ يعني مثلا بكتب articles، بكتب blogs، بكتب حاجات مفيدة، او عامة بقول حاجات مفيدة. ممكن ان انا اكتب ابحاث، ممكن ان انا اكتب كتاب، اي حاجة. دور على اي شكل من الاشكال ان انا ببين فيه الاكسبرتيز بتاعتي. فدي حاجة من الحاجات المهمة. ليه؟ لان بتبين فعلا نقطة القوة اللي عندك، ان انت عندك الخبرة في المجال ده. تاني حاجة، بين مصداقيتك. يعني ايه؟ يعني انت وصلت للبوزيشن اللي انت فيه ازاي، او للمكان في رحلتك، مش لازم بوزيشن في شغل عالي، وصلت للحته اللي انت فيها دلوقتي ازاي. وضح التستيمونيالز بتاعت الناس واراء الناس والريفيوز عن اللي استخدموا حاجتك، او كيس ستاديز مريت بيها في رحلتك. القصص، الكريديبيليتي بتفرق. يعني مش بس انه الاسم وخلاص انا بعمل كذا، لا، بعمل كذا ليه ووصلت له ازاي، ورأي الناس حتى لو اللي حواليا. انا مش لازم ابقى على ليفل فظيع، ولكن لازم الناس بتحس ان هي ثقتها اكبر، وده برضو الاثوريتي برينسيبل. نيجي لثالث حاجه، انه ابتدي ابني جدار الثقه. ودايما بحب اقول جدار الثقه، لانه الثقه مش او لا، هو جدار. انا ببني بلوك على بلوك على بلوك. فمع الناس ازاي ابني جدار الثقه؟ بان انا اكون حقيقي، وحط تحت حقيقي 100 خط. كم حد شفته ان انت حسيت ايه ده مش لازم طول الوقت يبقى ماشي كده تبع التابو اللي محطوط فيه، لا، هو حقيقي، هو زي ما هو جنوين. خلاص. برضو وانت بتتعامل مع الناس يكون عندك يعني تكون empathetic، اللي هو انا فارق معايا اللي قدامي، مش ببيع علشان خاطر هبيع وخلاص، او مش بدي. لو هتكلم مثلا على نفسي، مش هروح ادي مثلا جلسه عشان انا مضطره ادي جلسه، او ادي تريننج عشان يفرق معانا الناس. خدت بالي ان في الحياه عموما الناس مفتقده ده، الناس بتمسك في الحد اللي هم فارقين معاه. خليك اهل للثقه في حته انه لما بتدي ديدلاينز بتبقى حقيقيه، لما بتقول حاجه بتبقى حقيقيه، بتوفي بالوعود. الثلاث حاجات دي، ان انا ابين خبرتي، ان انا ابين مصداقيتي، وان انا ابني جدار الثقه، اساسي جدا لاستخدام فكره مبدا السلطه او الاثوريتي برينسيبل في التاثير، او في فن الاقناع والتاثير. عمرك اتحطيت في موقف مثلا لقيت الناس كلها بتضحك على نكته انت اصلا مش فاهمها، ولقيت نفسك عمال بتضحك معاهم وخلاص عشان هما بيضحكوا؟ او مثلا رايح مكان تتغدى بره، فلقيت ناس كتير واقفه في طابور، فحسيت ان انت عايز تقف وتشوف هو ايه المطعم وايه الطابور ده. او الناس كلها بتشرب ماتشا،
فانت قررت ان انت هتشرب ماتشا وهتجرب الماتشا. وهو ده السوشيال بروف برينسيبل او مبدأ الدليل الاجتماعي، ان ما دام الناس بتعمل كده طب ما اكيد الحاجه دي كويسه فانا هعمل زيهم. ككائنات اجتماعيه يعني للاسف احنا بنمشي، مش عايزه اقول بنمشي مع القطيع، بس احنا لما نلاقي ناس كتير قوي في حاجه بنقول تمام يلا خلينا احنا كمان نجربها. ودي تاكتكس برضو بيستخدموها في الماركتنج، يعني زي لما في محل بتاع ديزرت من غير ما نقول اسماء، انه بيقصد يعمل زخم قدامه وطابور ويأخر الطلبات ليه، لانه الناس هتقف تقول ما دام كل دول بيشتروا من ده معناه ان المحل ده كويس. وهنا بقى بنلاقي كتير قوي بقى على جروبس الاكل لما يطلع يقول لك الحاجه الفلانيه مثلا is so overrated، بيبقى عمل زخم ماركتنج استراتيجي خلى الناس كتير يشتروا، عمل ماركتنج مع انفلونسرز، اشتغل على السوشيال بروف، اشتغل على الحاجات دي كلها، تروح الناس تشتري تلاقي تقولك it's so overrated. وساعات على فكرة الناس بتظلم نفسها بالحركة دي، يعني مش دايما ذكية. ليه؟ لأن هو لو جاي لك أساسا بقى وهو حاسس ان انت كمية الناس دي عندك يبقى انت تجنن، انت فظيع، فالاكسبكتيشنز عنده ضربت في السماء. لو الاكسبكتيشنز عنده ضربت في السماء وانت مش فظيع انت كده خلاص لبست. فمش دايما كل تكتيك او تكنيك في الماركتينج الواحد يستخدمه بحكمه، غير ان هو المفروض طبعا يكون امين فيها. فالحته دي ممكن اصلا تقلب على صاحب المكان او على كماركتينج استراتيجي. يعني من الحاجات برضو اللي في السوشيال بروف اللي شفتها اللي بيستخدموا المبدا ده، ان فجاه بقت الناس كلها عايزه تشتري مثلا المج ستانلي. والله لسه عارفاه مج ستانلي مش عارفه بكام 1000 جنيه. ليه ناس كتير بتشتري فاحنا نشتريه؟ انت تشتريه ليه؟ ايه المميز؟ مش فكره انه المج وحش ولا حلو، هل انت بتشتريه for emotional subconscious decision، يعني حاجه غير يعني لا واعيه وعاطفيه فانت رايح تشتريه. الورده اللي طالعه برضو عند كل الناس حطها في الشنط ولا في شعرها كده، ورده معينه توكه معينه الناس كلها بتعملها فاحنا يلا هنعملها. لدرجه ان انا كنت بتكلم مع بنتي فبتقولي هو ان هل احنا لازم يعني نشتري، يعني احنا نروح نشتري الحاجه بجد عشان الناس جايباها؟ هي ليه الحاجات بتبوم كده؟ ففكره انه الدليل الاجتماعي بالنسبه لنا بتبقى ساعات بتخلينا ناخد قرارات عاطفيه غير مدروسه علشان خاطر نشتري الحاجه. زي لما مثلا تخش تقرا، دخلت على سوق او اي بلاتفورم تشتري منه، لو لقيت ريفيوز كتير او لايكس كتير بتحس انه اكيد البرودكت ده تحفه. كم مره حصلت معاك واشتريته على طول؟ فده بالنسبه لنا الحته النفسيه بتاعتها ايه؟ ان احنا بندور على حاجه تقلل الانسرتينتي او تقلل المجهول، ان احنا مش عارفين هي الحاجه دي هتبقى كويسه قوي ولا مش هتبقى كويسه، طب كذا. فلما بلاقي ناس كتير بتعمل ده بالنسبه لي كأن هي بتطمن حته الانسرتينتي، بتطمن حته المجهول، انا مش عارف دي تمام ولا لا، فبتقللها لان الناس كلها بتعملها، فبالنسبه لي امان ان انا اشتريها اكتر. وفي نفس الوقت برضو بيلعبوا على الحته بتاعه الفومو اللي هي الفير اوف ميسنج اوت، ان انا خايف ما اعوضش الحاجه دي. فلما بلاقي ناس كتير معناه ان الحاجه دي ممكن تبقى ليميتد او ممكن تخلص بسرعه فهجري اشتريها. فهنا ناخد بالنا من السوشيال بروفينج واحنا بنشتري او احنا بنقدم على حاجه. ممكن استخدمه بشكل اثيكال، طبعا ممكن تستخدمه بشكل اثيكال. ازاي؟ اكتب الريفيوز بتاعتك، استخدمه. ما تبقاش مثلا الناس بتشتري منك وانت مش بتبين ايه الحاجه اللي عندك. ما انت ممكن تستخدم هنا المبدا التاثير بتاع الدليل الاجتماعي. وضح للناس التستيمونيالز اللي بتاخدها، اراء الناس، ازاي فرق لما الناس خدت السيرفيس بتاعتك او البرودكت بتاعك او لما اتعاملت معاك حتى لو بس مجرد معامله. السوشيال بروفينج ان انا دايما بوضح الحاجه دي، لازم تبقى بتعرضها وتوضح ايه اللي فاد مع الناس لما بتلاقي ريفيوز ولما بتلاقي ان هي في ناس تانية مقبله على الحاجه حقيقي وليها فايده حقيقيه، غالبا هتبقى اكثر اقبالا ان هي تيجي تشتري منك. وبلاقي انا كمان برضو قصه الدليل الاجتماعي مش بس في الحته بتاعت الشغل، بحسها في البني ادمين، انه مثلا يقول لك الحد ده تحس عليه اجماع، الحد ده جدع، تحسه كنوع من انواع الدليل. يعني عمرنا مثلا ما عوزناه في حاجه وما كانش موجود، فانت تحس من حتى لو ما تعرفوش من قبل ما تتعامل معاه بحته الاطمئنان، ان انت عارف ان انت رايح في حته انت عارف اولها من اخرها، حد مجربها قبل كده. يعني حتى في حياتنا العاديه فكره ان انت مثلا لما بتلاقي حد يقول لك الحد ده جدع، لو رحت له انا عمري ما رحت له غير وخلص لي الحاجه مثلا اللي انا عايزها، ولقيت كذا حد بيجمع على ده، ده نوع من انواع التاثير، ان انت تحس ان انت وانت رايح
طب انت اوريدي حاسس ان انت انا تمام مع الحد ده، انا الكلام اللي هيقوله الشخص ده هيبقى مؤثر بالنسبه لي بشكل كبير. ليه؟ بناء على مبدا ايه؟ مبدا الدليل الاجتماعي، ان كذا حد جرب ده معاه وكان هو فعلا قد الموضوع ده. فالموضوع فكره ان انت تستخدم المبدا ده، مبدا السوشيال بروف في شغلك ممكن بشكل كبير، بالعكس it's very very powerful، يفرق معاك بشكل كبير. الناحيه التانية حتى في الحياه الشخصيه. نيجي بقى لاخر مبدا، وهو مبدا اللايكينج برنسبل او مبدا الاعجاب. المبدا بيقول ايه؟ انه غالبا احنا الناس اللي بتبقى شبهنا بيكون ليهم تاثير اقوى علينا. شبهنا في القيم، شبهنا في الاهتمامات، شبهنا في المبادئ، بيكون ليهم تاثير اقوى. وهنا هتلاقوا مثلا الناس بتوع السيلز الشاطره بتشتغل على المبدا ده، ان هي تعمل رابور، ان تعمل سطح حاجه متشابهه ما بيننا وما بين بعض. فتلاقيه مثلا بيديك كومبلمنت، بيجاملك على حاجه عندك في ذوق معين، في حاجه في شكلك، يتكلم على الاهتمامات انت بتحبها، فيحاول يخلق ارضيه مشتركه من الاهتمامات. لما بيعمل كده بتحس ان انت اقرب ليه، فبالتالي ممكن تبقى بتشتري منه بشكل البوسيبيليتي انك تشتري شكل اعلى. فالناس اللي بنحس ان هي شبهنا غالبا بيأثروا علينا، بيكون لهم تأثير بشكل حلو. تخيل بقى لو الحد ده حد فعلا ليه تأثير إيجابي. يعني أنا لما بفتكر كده شوية، بأول حاجة بتخطر في بالي الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي ناس كتير قوي حبته. ليه؟ كان ليه جماهيرية عريضة واسعة قوي، لأن الراجل ده الله يرحمه كان شبه الناس بجد، في تواضع وفي شكل الحياة وفي كل حاجة. فالناس حاسة ان هي بتكلم حد منهم، ولكن ذو خبرة وذو علم، فعشان كده كان ليه تأثير واضح وكبير في المجتمع. برضو بتفرق لو انت عايز تقولي هستخدم ده ازاي. اقولك لو انت قاعد مع حد عايز تقنع حد بحاجة، عايزه ياخد خطوة معينة، تقنع حد ببروجكت معين، ممكن تاخدها في أنحاء الحياة كلها. لازم أول حاجة يبقى في بينك وبينه أرضية مشتركة. لازم تتكلم على من وجهة نظره، من وجهة يعني ليه ممكن الحد ده يكون معاك، ليه الحد ده ممكن يinvest معاك أو يستثمر معاك، ليه ممكن ياخد الخطوة دي. what's in it for them بنسميها. يعني إيه اللي هو هيستفيده؟ إيه اللي هو هيستفيده؟ معناه إن أنا محتاجة أتكلم عن الاهتمامات بتاعته، مش شرط تبقى اهتمامات مادية، اهتمامات معنوية. فكأني لازم أحط نفسي مكان اللي قدامي واخلق أرضية مشتركة. فاللي قدامك بيحس إن هو فجأة ما بقاش ينت يا هو، لا إحنا على نفس الأرضية، إحنا الاتنين رايحين لهدف معين. فده تشابه، ده لايكينج برنسبل. طيب ممكن إيه كمان أستخدمه؟ حاول لو انت قاعد في انترفيو او قاعد في سيتنج مع حد لسه بتتعرف عليه، او mirroring البادي لانجويج، او ان انا ابقى يعني اللي قدامي لو مقبل عليا وقاعد بيكلمني وهو مقبل عليا كده، فانا لازم ابقى ابين بالبادي لانجويج بتاعتي بلغة الجسد ان انا كمان مقبل. فميرورينج حد مثلا قاعد وبيحب ياخد السبيس بتاعه، المساحة بتاعته في القعدة، فتلاقيه مثلا ساند الظهر وراجع لورا. ما تبقاش انت بقى عمال بتلزق وبتقرب اكتر من الحد ده، لانه انت بالنسبة له هنا بقيت ممكن يتضايق، مش متعود على ده. فده بنشتغل على حتة ايه؟ اللايكينج برنسبل. فبخلق أرضية مشتركة بلغة الجسد، بحاول أسايرها قدر المستطاع، إن أنا أدي كومبلمنت، أدي مجاملة حقيقية، مش بنمثل ولا بننافق، حقيقية على اللي قدامي. كل ده خلي اللي قدامك يحس إن هو معاك، مش ينت يا هو. المبدأ ده يفرق معاك كتير قوي 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 فعلا، في الصداقات، في الشغل، مع الناس، في البيت. بتخلي الناس تحس إنه مؤثرة. الناس اللي في حياتنا، أنا فكرت الناس اللي مؤثرة في حياتك اليومية هتلاقي عندهم مبدأ الإعجاب ده، إنه في تشابه وأرضية كبيرة. دول 5 مبادئ في فن التأثير والإقناع. اتكلمنا عنهم ليه؟ اتكلمنا عنهم علشان أولا ناخد بالنا من الدوافع الخفية لقراراتنا اللي بناخدها في حياتنا. الحاجة التانية إن أنا أقدر أستخدمهم بشكل فعال في حياتي، وأحط جنب كلمة فعال بشكل فعال وأخلاقي في حياتي. لو عجبك الموضوع ده تقدر تقرأ أكتر عنه. روبرت تشالديني كان بيتكلم عن الموضوع ده، هو الإكسبرت أو هو الخبير في حتة الإقناع والتأثير، فممكن تقرأ يعني عنه أكتر as a reference. وعايزة أعرف
انهي مبدأ حسيتوا ان انتم ممكن تشتغلوا عليه بشكل اكتر او محتاجينه في حياتكم بشكل كبير. واحب اسمع لو عندكم اقتراحات في الحلقات الجاية ان شاء الله. اشوفكم على خير.